مساء الخير، مساء الورد، مساء السعادة. هعمل معاكم مشبوس دجاج. بس كان في حد قال لي ساعات الدجاج بيطلع فيه زفارة. انا الدجاجة ديت منضفاها تمام. الدجاجة ديت لازم نشيل الحاجات اللي بتبقى هنا ما بين العظم. يعني انا شلتها بس لسه ما غسلتش. والحاجات اللي بتبقى هنا يا جماعة ده كله بيطلع زفارة، وبيبقى فيه دهون هنا بنشيلها. يعني انا هنا بصوا لسه ما شلتش الدجاجة التانية، ده كله لازم ينشال. طبعا مش هعرف اشيله وانا بصور لان انا اللي بصور. الدهون اللي هنا اللي حوالين الرقبه بتنشال. شوفوا انا دي ما نضفتهاش، ده لازم ينشال. نفتح الدجاجه من الظهر وننضف. انا عارفه ان كلكم بتعرفوا بس كان في حد سالني عشان كده قلت اوريكم. شوفوا الحاجات دي كلها لازم تنشال. شوفوا بقى الدهن اللي هنا اللي في الاخر ده اهو، ده كمان بيعمل زفاره يا جماعه، لازم ينشال. تمام، انا بوريكم على السريع مش هوريكم 100% عشان انا اللي بصور. والحته دي بتعمل زفاره ماشي، دي بتعمل زفاره لازم نشيل. وبعد ما نخلص كويس بنحطها في ميه فيها زنجبيل وفيها عصير ليمون لمده 10 دقايق. انا عصير ليمونتين. وهنقعها بعد ما تتغسل كويس طبعا، وانا بغسل وبقطع وبنضف اي شعره اي ريشه في قلب الدجاجه بشيلها معايا، يعني زي كده. شوفوا ده غسيل وتنظيف الدجاجه، واي دهون منها ممكن تعمل ايه زفاره. ده كله وانا بعيد عليها تاني ده كله. شوفوا انا قعدتهم هحط معاهم معلقه او معلقتين طحين، افركهم كمان كويس عشان اتاكد ان مفيش اي زفاره، واسيبهم 10 دقايق واغسل واسلق ان شاء الله. شوفوا غسلنا الدجاج تبارك الرحمن وخليناه زي الفل. هنيجي هنا لميه السلق. ميه السلق ميه مغليه، نحط فيها جزر وبصل ونص حبه طماطم وبهارات صحيحه. انا هملح الميه من بدايه سلق الدجاج يا جماعه. تمام، البخار معكسنا. هنشوف كده يا جماعه من بدايه سلق الميه هتاخد تقريبا من ساعه ل10 لساعه، مش اكتر من كده، لان الدجاج مش كبير، عباره وزن الواحده 900 جرام فمش كبير. ودجاج اليوم ما بياخدش وقت، بسرعه بيستوي. عرفتوا ان شاء الله مش هيطلع زفاره على الوش. هنطلع زفاره على الوش هنضطر نشيلها نرميها ونكمل سلق الدجاج. اللهم بارك. الدجاج ما خدش ساعه يا جماعه ولا ساعه الا ربع، تقريبا خد نص ساعه بالظبط تبارك الرحمن. وهنا يا جماعه انا قعدت الرز لمده ربع ساعه، ممكن ميه وملح وممكن ميه عاديه. انا عارف ميه عاديه بامانه يعني. هشيل كل البهارات الصحيحه اللي انا حطيتها في الشوربه عشان اسلق العيش فيها، اللي هو الرز البسمتي. شوفوا ده بقى الحمص النخي. طبعا احنا الكويت هنا عارفينه، احنا عندنا في مصر اسمه حمص عادي. ولو ما لقيتوش ممكن تعملي الحشوه بصل وزبيب، بس احنا بنحب النخي. غسلته هنقعه في ميه سخنه لمده ربع ساعه هو كمان. البصل والحشوه يا جماعه، الحشوه ديت اللي احنا بنزين بيها الرز من فوق بتاع المشبوس بعد ما يجهز. انا بتكلم للجماعه اللي في مصر مش اللي في الكويت، لان الكويت عارفين الاكله وطبختهم وحافظينها يعني. بصل بنتنينا نقلب فيه لحد ما يدبل والميه اللي فيه كميه السوائل كلها تطلع، وبعدين نحط له شويه زيت. نشوف يا جماعه هنبدا نحط الزيت امتى؟ لما اشوفه بدا يتكرمل اهو وياخد النار. ابدا اضيف معلقتين زيت تقريبا واقلب. شوفوا اللون. يلا هضيف الحمص اللي غسلته ونقعته ومعاه زبيب. البهارات اللي هنضيفها على الحشوه يا جماعه: برسيم، ملح، فلفل اسود، بودرة الفلفل البارد، ده لومي اسود مطحون اللي هو الليمون الاسود المطحون، وكركم، وسبع بهارات. كل ده اختياري، اللي انت عايزه تحطيه تحطيه واللي مش عايزه تحطيه تحطيه. يا جماعه الحشوه مش بتبقى مستويه 100%،
لا تقريبا من 85 ل 90% عشان يبقى فيها قرشه شويه واحنا بناكل. عرفتوا؟ ما تبقاش طريه لينه للاخر. ادي الشوربه، نحط مكعبين ماجي، ده برضه اختياري بس انا بحسه بيعمل الشوربه طعم شويه. هقلبهم كويس بعدين اضيف الرز. حطيت مكعبين ماجي وهضيف الرز واظبط الملح وبس. الرز اتشرب وهحط له ميه زعفران. لون الزعفران مع نص كوبايه ميه، وممكن نعمله مع نص كوبايه حليب يبقى روعه كمان. يلا نروح للدجاجه. حطيت دي سمنه مع لون الزعفران، حطها في الفرن. في ناس بتحب تقلي الدجاج في زيت غزير وتقلي الدجاج تحمره، بس انا لا، هدهنها سمنه وادخلها الفرن.